الخير. فيديو النهاردة هيكون عن روتيني ليوم كامل. النهاردة 22/4/2024. هتيجوا معايا في يوم كامل، والمعلومة أنا فاضل امتحاناتي تقريبا 25 يوم، فاضل العيد بتاعنا أسبوعين، مش يومين، أسبوعين. النهاردة هنحاول نعمل مجهود جبار، لأن احنا كده هنعمل من النهاردة لحد لما نخلص امتحانات ان شاء الله يعني. ويلا نبدأ. عشان تكونوا عارفين انا لسه صاحية حالا، غسلت وشي وطالعة، وكمان مفطرتش، ما عملتش اي حاجة في الحياة. فانا هفطر بعد كده نشوف هنعمل ايه يعني، لا ربنا. حاجة بس أشرح لكم هنعمل ايه. أول حاجة احنا هنذاكر، تمام، رياضة. الرياضة دي يا جماعة دي لي 3 أيام بذاكر فيها، مش عارفة لما 3 ملازم حرفيا يعني، هي ملزمة 3-4 دروس بس اوكي، مش عارفة لما 3 ملزمة يا جدعان 16 ورقات يعني مش أكتر من كده. والمفروض عندنا درس النهاردة انجلش، شكله مش هروح الدرس ده. درس رياضة، مش عارفة بكتب كده ليه، هظبطها ارجع لكم. بصوا يا جماعة، انا عملت ان انا قررت ان اذاكر رياضة واروح الدرس بتاع الرياضة واعمل جدول مذاكرة واذاكر اللي عليا في الجدول، لان انا قررت ان انا اعمل جدول اللي هو بيبقى كبير ده وبيتعلق على الحيطة كده، هشيل كل اللي هنا. بس يا جماعة رسمتي دي ما رسماها، المفروض كنت بذاكر بس انا رسمت دي، انا بذاكر بس انا كان في البريك. شوفوا يا جماعة، انا مبهورة من نفسي جدا، لان انا بعد تقريبا 5 شهور ما برسمش رسمت دي، فالحمد لله موهبتي لسه بخير. المهم دلوقتي تقريبا الساعة 10، فانا هرن على صحابي وهشوف هنلبس ايه. تعالى نقرر هنلبس ايه عشان لحد الان مقررتش، وماما هتزعقلي تقريبا. ما علينا. يلا بينا نشوف. وكمان المكتب بتاعي مزبلة، بصوا يا جماعة بلي ما علينا. المكتب بتاعي مزبلة حرفيا، مغيرة كل حاجة، وهنا هتلاقوا وهنا هتلاقوا. بصوا يعني انتوا من كتر ما انتوا هتلاقوا طلعتوا شعر. وده كان بزور كتاب بس خلصته حرفيا يا جماعة، مفيد جدا يعني، مش عايزة اقول لكم هو مفيد قد ايه. فيلا بينا نشوف احنا هنلبس ايه وارجع لكم. يا جماعة هو ده الاوتفيت بتاعي، شوز رصاصي والبنطلون والبلوزة. انا جيت من الدرس مرهقة جدا، غيرت وكلت كمان، بس انا تعبانة لان الدرس كان بعيد قوي عليا، هو يعني تقريبا مواصلة ربع ساعة بالمواصلة. ما علينا من كل الحوارات دي. المهم ان انا المفروض دلوقتي اظبط المكتب بتاعي، وهروح انا مشاوير مبسوطة كده. هو مش مشاوير بس، هو هنروح مكان يعني، أنا مش عارفة ايه اللي هيحصل بالظبط، بس المهم ان انا مش دلوقتي هغير وهنزل، مش يعني انا قلعت البس حوار كبير. دلوقتي انا مش عارفة الصراحة هعمل ايه، فانا هشوف ماما عايزاني اروح فين او عايزة ايه، بعد كده نيجي نقرر. اهم حاجة ان انا كلت وكنت من الدرس وتعبانة وعايزة انام. حرفيا يا جماعة دلوقتي الساعة 8:10 أو 8:15، وأنا لسه جاية من المشوار اللي قلتلكم عليه، وباخدت الشنطة. أيا كان أنا حرفيا ذاكرت شوية صغيرين ماشي. ف هو أنا ما كنتش مع ماما في المشاوير كلها يعني، شوية قعدتهم هنا فذاكرتهم تمام، وشوية كنت بتمرقع عادي. المهم إن أنا جاية أصلا من برا البيت الساعة 5:30، زي ما قلت لكم الساعة 8 دلوقتي، فيبقى أنا كده اتمرقعت كتير. فهنبدأ مذاكرة جد. أنا مش عارفة أصلا أحط حاجتي فين، فهبدأ مذاكرة جد. وكمان أنا جبت حاجات جديدة تمام ومشروبات جديدة، بس هنجربها بعد كده أقول لكم هي كويسة ولا لأ، وتجربوها ولا لأ، عشان نكون صريحين يعني. تمام كده اهو، ويلا بينا نبدأ مذاكرة. يلا بينا. أوريكم حاجة حبايبي، أنا صاحبتي دي رسمتي أنا قطة المفروض، و دي رسمتها. استنى بس اكتب لكم اسمها عشان ايه كنا متوقعين اسمها. حاضر اوكي، دي رسمتها ودي رسمتي، يعني الأحلى بقى، هي مش واضحة حبتين
بس هي قالت لي ان هي قطة فرنساوي اللي هي بتاكل كرواسون والحاجات دي، بس ما علينا ان احنا هنقلب كده وهنعمل جدول مذاكرة عشان حاسة ان انا بذاكر بدون هدف يعني، فهعمل جدول وتعالي شوف وانا بعمل ايه. بصوا يا جماعة، ده اللي اتفتح يعني اللي ذاكرته او فتح، واللي ما اتفتحش اللي اتفتح اللي هو ذاكرته قبل كده، واللي ما اتفتحش اللي ما اعرفش عنه اي حاجة. فاللي اتفتح تقريبا في العربي كتير يعني الحمد لله، في العلوم درس واحد من كل الواحد حرفيا يعني، مش عارفة ايه ده، والدراسات تقريبا شوية صغيرين بس درسين بس اللي فاضلين، فدي حاجة كويسة. مفيش غير العلوم إلى حد الآن والدراسات والعربي يعني شوية ماشي. وفي الرياضة هندسة ذاكرت حصتين بس، انا واخداها بالحصص، فعشان كده معرفش انا كام درس، فانا واخداها من الملزمة يعني بيبقى مكتوب على الملزمة الحصة كذا، فانا كاتباها في الحصة كذا يعني عشان ما تتلخبطوش. اللي فتحت الحصة الأولى والتانية في الجبر والهندسة، ولحد الحصة الخامسة ما اتفتحش ومعرفش عنه حاجة. وفي الإنجليزي نص المنهج عارفاه ونص المنهج لأ. فقررت ان انا هبدأ اول حاجه ان انا هحط ده اساس ان انا هذاكره، ده اختياري يعني مش مهم يعني، لو ما ذاكرتوش مش اخر الدنيا، بس ده لو ذاكرته هيبقى اخر، لو ما ذاكرتوش ده هيبقى اخر الدنيا. فده مثلا لو عندي طاقه اذاكره عادي واعمل له ملخصات، لو مش عامله له، لو ما يعني لو عندي اعمل له ملخصات، لو ما عنديش طاقه او لازم اذاكره عشان عندي امتحان مثلا في الدرس او حاجه، ارجع الملخصات اللي انا عاملاها. وده لا لازم اذاكر له واعمل له ملخصات، هو مش وقت ملخصات ولا حاجه، بس انا لازم يعني حاجه تلحقني. تمام، المفروض اصلا ان انا بكون حاليا بحل امتحانات، بس انا لسه بلم في المنهج، فانا هبدا بده بعد كده ده. بس اول حاجه هبدا بيها العلوم، لان انا بكره عندي درس علوم وانا ما اعرفش اي حاجه عن العلوم، وبكره عندها تقريبا امتحان، فانا لازم ابدا بالجزء ده. يلا بينا نلمه كله دلوقتي. عارفين يا جماعه المكتب بقي زريبه بمعنى صح حرفيا. بصوا ده مش عارفه ايه ده، الاقلام ده منظم جديد عملته، نسيت اغلفه، فانا هغلفه يعني في البريك بتاعي. ودي كتب ودي حاجات، في حاجات واقعه هنا. وبصوا المنظر من فوق اصلا قذر يعني. يلا ننضف يا جدعان انا زهقت. دلوقتي الساعه 9، جبت اللي هشربه وجبت الميه بتاعتي، ويلا نبدا. اول حاجه هبداها وهي اني هذاكر درس التفاعلات الكيميائيه. الدرس ده حاجه انا بكره الكيمياء، بكره العلوم بشكل عام. انا في الاول كنت بحبها بس دلوقتي لا خالص بكرهها، لان بحس ان هو رخمه وتقيله. وايه سرعه التفاعلات الكيميائيه؟ انا مالي، انا مش هطلع عالمه يا جدعان، انا هدخل ادبي اصلا في ثانوي. ايه ده؟ ايا كان، يلا بينا نبدا، ليتس جو. اول حاجه تاني حاجه يا جماعه انا هعمل ملخص عشان في اخر السنه ان شاء الله، او اللي هو كمان 20 يوم هبدا بضمير. بجد انا مش عارفه انا اعمل ايه، عشان انا مش طايقه نفسي ومش طايقه حاجه ومش قادره ومذلوله حرفيا، انا مذلوله للكتب عشان اذاكر لها. يعني شغل التايمر دوس ستارت كده وهو هيبدا يعد. انا مش انا مش عايزاه اللي هو مثلا بالعد التنازلي ده. مارينا قالت لي ان دي صراحه بحسها طريقه فاشله، انا جربت طريقه مارينا هنا، فخليه يعد وفي الاخر اعرف انا ذاكرت كام ساعه وكام دقيقه. انا هخليه يشتغل وهقفله عشان ما ركزت معاه واسرح زي ما بسرح يعني. ما علينا، هنبدا ستارت، نقفل، يلا نكمل.
فيا جماعة انا ذاكرت ثواني ساعة ساعة وأربع دقايق و16 ثانية. سيبكم من 16 ثانية دي، قولوا ساعة. حرفيا أنا لسه بكامل يعني تركيزي، مش يعني هو تركيزي قل شوية، بس حاسة ان في البداية ما كانش تركيزي احسن حاجة، وما كنتش مستوعبة الكلام، بس دلوقتي تركيزي في الاول ما كانش احسن حاجة، وتركيزي دلوقتي كويس جدا. هو انا مش حاسة ان تركيزي، انا مش عارفة اقول ايه، تركيزي ما قلش، بس حاسة ان هو زاد. هو هل حد كده هو في الاول منخفض وفي الاخر منخفض وفي النص تزداد. انا لسه بدرس علوم تزداد ومنخفضة، هتلاقوني قلبت كده لغة عربية فصحى. ايا كان دلوقتي الساعة 10:30 ل5، 10:30 ل3 دقايق. الساعة 10:30 لدقيقتين، فانا حاليا هريح دماغي شوية. بعد كده نبدأ ساعة، يعني نبدأ من الساعة 10:30. شوف عملنا ايه بقى. تمام، يلا بينا. فيا جماعة دلوقتي الساعة قعدت ساعة و40 دقيقة، يعني ده الصراحة إنجاز بالنسبة لي، من غير بريك على فكرة، كلهم دول من غير بريك. وأنا دلوقتي الساعة 12:03، أنا خلصت الساعة 12:30، وأنا خلصت 11:35 تقريبا أو 30، مش فاكرة، لأن أنا أصلا مشيت على طول، يعني صدقت إن هي جت ساعة و40. المهم تعالوا نعلم على إن احنا ذاكرناه في الدودو ليست بتاعتنا. أنا علمت صراحة إن أنا ذاكرت رياضة ورحت درس رياضة وعملت جدول مذاكرة 3 صراحة كان فظيع. وذاكرت الوحدة الأولى علوم، أيوة ذاكرتها، وجزء من الوحدة التانية صراحة لأ. فكده مهمة من المهام، أنا بعلم فين، كده مهمة من المهام ما اتعملتش. يبقى استنوا بقى نعلم على الباقي، أنا مش عارفة بجد. بصوا يا جماعة، إن احنا هنذاكر إذا كان هنا أو هنا، فاحنا هنعمل عليه خط من ده. فأنا ثواني بس أثبتكم. وكمان التفاعلات كنت دول، انا اي حاجه اعملها هعمل عليها بحيث ان انا اخلص دي كلها ودي كمان. يعني في صفحتين بجد متراكمين عليا يا جماعه، اللي هو بس بجد يعني انا عن نفسي مصدومه ايه ده. فدلوقتي الساعه 12:30، هدخل اخد شاور، بعد كده اشوفكم في الفيديو الجاي.